ورجعت في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون على تكمله السلسله اللي احنا بدأناها من الفيديو اللي قبل اللي فات، اللي هي هنجيب لعيبه سعرها اقل من 200 الف جي بي وهنحطهم في التشكيله وهنخش نلعب بيهم في الديفيجن. بعد ما نخلص السلسله، بعد ما نكمل التشكيله كلها، نخش نلعب بيهم في الديفيجن وهنجرب اللعيبه دي كلها في ماتش واحد او على كذا ماتش. قبل ما نبدا، حط لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس. واللاعب النهارده هو لاعب سي بي، لاعب دستروير، لاعب سعره حوالي 180 الف جي بي، لاعب يعني نوعا ما رخيص، تعرف تجيبهم من انك تلعب حدثين ولا حاجه. لاعب حلو جدا، طاقات فوق 90 والطاقات الباقيه ممتازه حرفيا. الطاقات الباقيه عندك سبيب متوسط، الفيزيكال متوسط برضك في 80. لاعب جبار حرفيا. تعال اقول لكم مين اللاعب ده وازاي نجيبه. هنروح ندخل على كونتراست، وهنروح هنحود على كده على ستاندرد بلاير ليست. هنروح على قائمة اللعيبة الجي بي، وهنروح على فلتر، وهنروح بعدها على كلوب أوروبا والدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، وهنختار مانشستر سيتي. تقريبا كده كلكم عرفتوا اللاعب ده. وهنروح على مركز نخليه سي بي ونعمل دان. اللاعب بتاع النهاردة هو روبن دياش. روبن دياش لاعب حلو جدا برتغالي، طوله حوالي 186، بيلعب بالقدم اليمنى، بيتطور 21 ليفل. حرفيا دي لاعب جبار في الملعب. عندك اسلوب اللعب دستورية، وطاقاته بقى فوقك من الطاقات دي كل طاقات هجومية. عندك الهيدنج 77، طبعا دي بره التشكيلة غير التطوير. الوعي الدفاعي 81، التاكلينج 79، اجريشن 84، الديفنس 79. دي الطاقات كلها قبل التطوير، لسه مطورناش حاجة. سبيد 64، في التشكيلة تبقى حاجة و70 متوسطة يعني. جامبنج 77، فيزيكال 79. وعندك الاستامينا 77. عندك الويت فوت هاي، الرجل الضعيفة بتاعه هاي، والفورمة اموفرين. هنروح على السكيلزات بتاعه. عندك الهيدنج واللو لوفت باس، وعنده الكابتنسي. حرفيا دي اهم مهارة عنده، الكابتنسي والهيدنج واللو لوفت باس، اهم 3 مهارات عنده. هنروح نسجل معاه. وويلكم روبن دياش للتشكيلة. حرفيا 180 الف جي بي، هتدفع فيه مش خسارة فيه، حرفيا لاعب جبار في الملعب. هنروح على التشكيلة. هروح اجيب روبن دياش، انا عندي منه نسخة تانية مطورها عشان تعرفوا بس ان اللعيبة اللي انا بجيبها لكم بكون مجربها قبل كده. لعيبة تكون عن تجربة، مش لعيبة اي كلام وخلاص عن طاقات، لا مجربة جوه الملعب. هنجيب روبن دياش النسخة ديت. طبعا ما انا قلت لكم ان انا عنده نسخة تانية، اروح ليجاسي ترانسفير، اروح حطله نسخة روبن دياش التانية. فين النسخة التانية بتاع روبن دياش؟ لو انت شفت الفيديو بتاع اللي فات من السلسلة ديت، جبت لاعب قوي حرفيا، دي ام اف، سعره حوالي 80 الف جي بي بس، دي ام اف حرفيا. هنروح على طاقات الدفاع كده بتاعه، ونروح على الدفاع هنديله مثلا كل الطاقات بتاعه في الدفاع بعد ما طورناه التطويرة بتاعه. حرفيا طاقات دفاع اسطورية 97، 95، 99، 95. بس دي طاقات مش تطويرة مناسبة، تطويرة اي كلام حرفيا. هنروح على اكشن اوتو، هنعمل اوتو وهنسجل مع اللاعب ده. عنده الهيدنج 85، الديفنس كلها فوق 90، 93، 91، 96، 91. اه طبعا هوريكم الطاقات جوه التشكيلة بالبونص. ندخل بقى اوريكم الطاقات جوه التشكيلة. طبعا روبن دياش بيوصل ماكس 95. نخش بقى اوريكم الطاقات. طبعا زي ما قلت لكم طوله 196، بيلعب القدم اليمنى، زي دستروية سوب دستروية. وهي هنروح بقى على الطاقات. عنده اللوفت باس 70، الهيدنج 87، يعني هيدنج مناسب حلو جدا بالنسبة للاعب سي بي. عندك الديفنس الوعي الدفاعي 95، التاكلينج 93، الاجريشن 98، والديفنس 93. يعني حرفيا طاقات فوق 90. لاعب جبار جدا، فكك من طاقات حتى لو هي انت عاوز 99 بلاش. لاعب 180 الف جي بي، تخش جوه الملعب حرفيا اسد في الملعب. عندك الكيك باور 73، الجامبنج 87، مع الهيدنج هيساعده جدا. عندك الفيزيكال 89، عندك الاستامينا 83. حرفيا طاقات متكاملة. وزي ما انا قلت لكم وريت لكم في اول الفيديو، عندك القدم الضعيفة هاي، والفورمة بتاعه اموفرينج. واهم مهارة عنده هي الكابتنسي، زي ما انتم شايفين كده. هروح اديله، هو الكابتن بتاع الفريق. وكده نكون ضفنا التشكيلة لوبن دياش 95. استنوا الفيديو في السلسلة الجاية، هيكون لاعب سي بي، هيكون بيلد اب او ديسترويا جنب روبن دياش او مكان جفارديول بمعنى اصح يعني. والفيديو اللي بعده هيبقى لاعب ال بي، والفيديو اللي قبل بعده كمان هيبقى لاعب ار بي في السلسلة ديت. وبعدين هنكمل خط الهجوم، وبعدين خط الوسط. التشكيلة هتكون معانا 4-1-2-3، واحدة من احسن التشكيلات اللي تقدر تلعب بيها في الديفيجن، وحرفيا تدعس خصومك بالتشكيلة دي. كان معاكم مستر حريف، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.